نعمل إيه لو اتكلمنا أنا وصديقي في حاجة تخص الدين؟ أنا لا أفضل أن أفتي أو أتناقش مع أي حد في الدين لأني لست أهلا لذلك. فبيقولوا نرجع لجهة مختصة زي دار الإفتاء أو الأزهر. صاحبي بيرفض وشايف إن هم مش أهل للثقة. نعمل إيه؟ صاحبك غلطان لكنه معذور، لأن في أجيال بقالها 20 30 40 سنة بتشكك في دار الإفتاء من ناس معينة. مش عاجبها علماء دار الإفتاء المصرية، وهي جهة إن لم تكن أكبر جهة في العالم للإفتاء، فهي من أكبر جهات الإفتاء في العالم وأكثرها علماء. لكن أنت لما تقرأ على السوشيال ميديا كده، والسوشيال ميديا يعني ساعات كتير بتهدي وساعات كتير بتضل، فتلاقي ناس كتير قوي تشكك في علماء دار الإفتاء. حقيقة أن تجربتي، أنا لا أدعي أن أنا يعني عالم، يعني أنا طالب علم وليا رحلة قصيرة مع العلماء في طلب العلم ما زالت مستمرة إلى الآن، وشفت المدارس اللي موجودة ودرسنا علم السلف من أول العقائد بتاعت الأجيال الثلاثة الأولى والقرون الثلاثة، وذاكرنا صحيح البخاري وذاكرنا صحيح مسلم وذاكرنا أصول فقه وذاكرنا حديث مع المشايخ، وشفنا السلف بيقولوا إيه. اللي السلف بيقولوه في الكتب اللي متألفة من 1200 سنة هو اللي بيتقال في دار الإفتاء. ودي تجربتي، أني رأيت علم رسول الله عليه الصلاة والسلام وعلم الصحابة وعلم التابعين، ده اللي بيتقال في دار الإفتاء. والفتاوى دائما بتكون مستندة لأدلة من قال الله قال الرسول عليه الصلاة والسلام قال العلماء. وما شفتش يعني في حياتي جهة ملتزمة بالقرآن والسنة بفهم السلف الصالح زي دار الإفتاء. دي شهادتي أمام الله سبحانه وتعالى. لكن لازم تبقى فاهم كويس ان جنب العلم الشرعي هناك ما يسمى بفقه الواقع، فقه الحياة، وكيف تفهم مفهوم النص بعدما تقرأ منطوق النص ثم تبحث عن تطبيق النص. فأدي منطوق النص، ربنا بيقول في القرآن كذا آية معينة، أدي منطوقها تتنطق كده، ودي مفهومها معناها، ودي تطبيقها. لا يعرف ذلك إلا العلماء. أما أصحابنا المخلصين اللي لسه مش متعلمين كويس، خش على النص يقول ربنا بيقول سيدنا محمد بيقول، استنى يا مخلص يا صادق، بس محتاج تتعلم في منطوق وفي مفهوم وفي تطبيق للنص. لما تذاكر مع العلماء يشرحوا لك الكلام ده. فكتير من أصحابنا الطيبين لما يسمع فتاوى دار الإفتاء يبقى مستغرب إزاي، فلان على العين والرأس، بس محتاجين نراجع فلان ده، نقارن كلامه بالسلف الصالح، مش نقارن كلامه بالقرآن والسنة. لأن القرآن والسنة بفهم مين يا جماعة؟ بفهمي ولا فهمك ولا فهم الشيخ ده ولا فهم الشيخ ده؟ فهم الأئمة. تعال نرجع للأئمة، هم اللي يفصلوا ما بيننا دايما. فأنا بالنسبة لي أشهد أمام الله أني مطمئن جدا لدار الإفتاء المصرية، وهي مرجعية يعني كبيرة متخصصة لكل من يسأل في أي سؤال، وبشجعكم على كده.